فيديو جديد وحكاية جديدة، ولسه مكملين في سلسلة الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن حي البشوات والقصور، حي أولاد البلد الجدعان، حي من الأحياء الجميلة في القاهرة المحروسة، حي عابدين. حكايتنا النهاردة زي ما قلتلكم الفيديو اللي قبله عن السقايين إن ليهم حارة في حي عابدين لغاية النهاردة بتحمل نفس الاسم اللي اتعرفت بيه من أيام الخديوي إسماعيل، وهي حارة السقايين. هي مش حارة واحدة، لكن هي عبارة عن مجموعة حارات بيضمها مكان واحد، وفيها كنيسة للأقباط ومدرسة ليهم اتعلم فيها بطرس غالي باشا اللي تولى رئاسة الوزارة في مصر. وفي حارة السقايين عاش ويليام لين المستشرق الإنجليزي المعروف صاحب كتاب العادات والتقاليد عند المصريين المحترفين. وكانت موجودة برضه في نفس الحارة المطبعة اليدوية لطباعة الكتب الطبية اللي أنشأها الدكتور محمد دري باشا لطباعة كتب الطب. ومن النوادر الطريفة جدا في حكاية السقايين، وكنت عملت فيديو خاص عن الموضوع ده قبل كده هتلاقوه في الفيديوهات عندي، إن الخديوي إسماعيل حب يعمل تمثال لمحمد بيك لازقلي رئيس وزراء جده محمد علي باشا، وهو كان من دعائم دولة محمد علي، فما لقوش ولا صورة مرسومة لمحمد بيك لازقلي علشان يشوفها المثال الفرنسي ويشوف ملامحه فيها. فمرة محافظ القاهرة كان في خان الخليلي وشاف سقة فيه شبه كبير قوي من لازقلي الخالق الناطق زي ما بيقولوا، فأخدوا للمثال الفرنسي وقاله إن هو ده محمد بيك لازقلي، فتعمل التمثال للسقة وبقى تمثال لازقلي في الميدان بتاعه، ميدان لازقلي المشهور في قلب القاهرة هو تمثال سقة من حارة السقايين اللي قريبة من ميدان لازقلي. المصدر كتاب حرافيش القاهرة للكاتب عبد المنعم شميس. ودي كانت حكاية فيديو النهاردة عن حارة السقايين. ولو حابين تعرفوا أكتر عن حارة السقايين هتلاقوا عندي في فيديو عنها في 5 أجزاء، واتكلمت فيه عن أصل تسمية الحارة وحكايات كتير عنها.